زوج جوليا أسمهان دار فيديو يهدر فيه ويقول إنه حايب يجيب حقه من عند الحكومة الجزائرية، وإنه الناس راهي تشهر فيه وراهم يشوهوله في السمعة نتاعو. وأنا في هذا الفيديو راح نمدلكم رأيي الشخصي في الفيديو نتاعو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي فيه مازلنا مع حكاية جوليا أسمهان العروس المخطوفة أو العروس المختفية اللي شفنا مقبل إنه والديها راحوا لحصة عشت وشفت وهضروا وقالوا باللي زوجوا بنتهم مولات 17 سنة، وكي راحوا يحوسوا عليها لقاوها مختفية أو مخطوفة، وراحوا للحصة باه يطالبوا إنهم يشوفوا بنتهم مرة أخرى ويطمئنوا عليها. بعدها بأسبوع خرجت جوليا أسمهان في حصة عشت وشفت، هذه المرة مع رجلها، وقالت باللي هي راهي لاباس عليها وعايشة على بالفي وما هيش محتاجة حتى حاجة وحتى مساعدة، وقالت باللي هي اللي قطعت العلاقة نتاعها مع العائلة نتاعها وما هيش حابة تعاود تهضر معهم. وأيضا هضر زوج جوليا واسمه أسامة، قال باللي أنايا ما عندي ما دخلني، هذا مشكل بين مرتي وأمها، وإذا هما حبوا يتفاهموا بيناتهم. ومن بعد خرج هذا زوج جوليا أسمهان في فيديو يهضر فيه مع الناس. نسمعوا مقطع ومن بعد نرجع. انا تتدخل الاشهار اللي راه صاري في الفاميليا تاعي، كيفاش يصير الاشهار هذا بدون العلم تاعنا وبدون الموافقه تاعنا؟ باش تدخل دير حاجه بلا العلم تاعنا، ياك القانون راه يقول بلي ما كاش واحد يشهر بواحد. أولا مع احترامي للسيد أسامة زوج جوليا أسمهان، صح كاين منها القانون الجزائري وأي قانون في العالم ممنوع أنك تشهر بأي شخص، يعني أي إنسان مواطن جزائري سويدي تونسي تروح تصوره وتشهره للناس يعاقب عليها القانون لأنها جريمة. لكن احنا شفنا باللي أسامة في الحصة عشت وشفت في الحصة الثانية اللي عدت الحد هذا اللي فات، هو اللي راهو خرج هضر مع الناس في لقاء صحفي مع الصحفي يوسف، وخرجت أسمهان هضرت مع الصحفي جاوبت على الأسئلة نتاعو كامل، وهدايا يوسف هدايا الصحفي كي هدر مع أسامة هدر معاه عادي وبين روحه، قال له يوسف معليش تقدر تبان معانا؟ قال له اوكي نبان معاك عادي، معناتها واحد ما شهر بيك، انت اللي صورتي روحك وبينتي وجهك قدام الناس وقدام الشعب الجزائري، واحد ما شهر بيك، فكي دير لنا فيديو تقول علاه راكم تشهروا فيا ما فهمناش اي شو نوع التشهير اللي راك تهضر عليه، انت اللي راك شهرتي بروحك، هذه واحدة. تاني حاجة، انت اللي هدرتي على الموضوع هدايا دخلتي روحك في الحكاية هدية، كنتي بكل بساطة تقدر انك ما تخرجش للناس وما توريش روحك للناس، سهلة وتحلوا المشكل بطريقة مجهول هوية، تحكي مع الصحفي تجاوب الأسئلة نتاعو، ولكن تطلب منه انه هويتك تبقى مجهولة به الناس ما يعرفوكش. لكن انت اللي هدرتي مع الصحفي بوجهك وفرحان وتضحك وتحكي معاه وتجاوب وتقول انا خاطيني، انا مرتي هي كلش، انا مرتي متعاركه مع امها بيناتهم الله يسهل، انا خاطيني، انا حبيت نتدخل نحل المشكل ما حبش يتحل. شفت روحي عندي مشاكل مع مرتي، جبت روحي من الحكايه دي. راهم يديروا ولاو يستغلونا ولاو يديروا بينا البيبليسيتي، حبوا يرجعونا نخونوا الوطن تاعنا، احنا ما نخونوش الوطن. وهنايا تاني ما فهمتش وش دخل الوطن في المشكلة نتاعك؟ خيانة الوطن حاجة كبيرة، بس المشكلة هذه القضية تاعكم انتوما ما عندهاش علاقة بالوطنية وبالوطن الجزائري، ما عنده حتى علاقة، يديروا بيكم ببليسيتي، مفهمتش وش معناتها هذه، وش الاشهار باه يشهروا تعمل اشهار، وش قاعد تهدر؟ احنا مش فاهمين عليك وش قاعد تهدر، راهم يديروا بينا اشهارات ورانا احنا ما نخونوش الوطن نتاعنا، لا اللي يدير اشهار خاين الوطن، هاي الناس كل دير في الاشهارات. بروحه على جل البلاد هذه، ماني خوته كاع شهداء، ماني وكانت مجاهده اللي يقولوا انسان، ماني ربي يرحم جميع شهداء الوطن، وحاجة مليحة يعني حاجة مشرفة إنسان يكون ينتمي
العائلة، كامل الناس اللي فيها مجاهدين. نطلب من العداله تتدخل فورا. بزاف كاين قضايا، راه بزاف صوالح يصراو، ولاو يخدموا بينا، ولاو يتاجروا بينا، يديروا الفيديو تاعنا باش يطلعوا مش نسبه المشاهدات، ولا تقول لهم روحوا تخدموا عندنا، زعما حنا نديروكم واش درنا حنايا. الله يبارك، معناتها الناس راهم يعيطوا لكم باش ديروا لهم اشهارات با يخدموا بيكم، وماهوش عاجبك الحال. اخي الكريم، راك وليت انسان مشهور في الجزائر، راك وليت اشهر شخصية في الجزائر في اليامات هذوما. الاسبوع هذا انت ومرتك والعائلة تاع الزوجة نتاعك راكم وليتوا من مشاهير الجزائر. حاجة عادية، درك الناس الكل تعيط لكم، اللي يبيع القش، اللي عنده فندق، اللي يبيع القاطو، الناس كل مدى بيها تتواصل معاكم باه ديروا لهم اشهار تخلص باينه، يخلصوك على تعبك على خاطر وليتي شخصيه مشهوره. كيما صرات مع هذاك السكيك ديالي تزوج زوج نساء، ولا انسان مشهور الناس كل تعيط له باه يدير الاشهارات. يعني انت تقول راهم يعيطونا باه يخدموا بينا؟ هذه حاجه مش تخوف ولا حاجه، راك وليت انسان مشهور. اما في قضيه تاع الناس راهم يديو الفيديوهات نتاعك وراهم يطلعوا في الصفحات نتاعهم، ما هذه خدمتهم. انت انسان وليت قضيه راي عام، الناس كل تحوس عليك، الناس كل تهضر عليك. حتى في الصحفي السيد يوسف في حصه عشت وشفت عيط لك وهضر معاك وكل شيء، انا هذه خدمته، هو صحفي. وتقول لي انت يا رانا راهم يشهروا فينا وراهم يديرونا، نشوفها حاجه عاديه. ما فهمتش انت على خايف علاه الخوف هذا الكل، علاه الغضب هذا الكل؟ وانت تقول انه لازم العدالة تتدخل والحكومة الجزائرية تتدخل والقانون يتدخل. فاه يتدخل؟ اين المشكل؟ هو ما كاينش مشكل. كون جا كاينه مشكل ضربوك، حقروك، سرقولك دراهمك، ما باليش انا دارولك حاجة، تتدخل الحكومة الجزائرية وتتدخل العدالة نورمال. بس انت وليتي شخصية مشهورة، فين راح تتدخل؟ ما فهمناش. اما تاع انت اللي شهرتي روحك بروحك، واحد ما شهرك، واحد ما استغلك، انت اللي بينتي وجهك وبينتي روحك في حصة تلفزيونية، الناس كل عارفوك وانشهرتي وريتي ترند فقط. لما راه حبتني وحبيتها مرتي بالحلال تزوج بها سنة الله ورسوله، كيفاش تجي وحده اذا اسامة حب جوليا، خطبها وتزوجها، ودركا راهم متزوجين وعايشين لاباس عليهم. اما بالنسبه للمشكل تاع جوليا اسمهان مع امها ممكن يتحل. حتى في الحصه تاع عشت وشفت ما هدروش كلش، يعني كاينه بزاف تفاصيل ما هدروهاش، ويقدر يعني المشكل تاعهم يتحل عادي. اما هذا الفيديو اللي حطه اسامه، اللي راهو قاعد يقول فيه باللي هو ضحيه وباللي الناس راهي تحب تخدم به وباللي راهم يشهروا به وباللي هو من عائله تاع مجاهدين، هذا الفيديو يعني شفت التعليق نتاعي على هذا الفيديو. السيد ما هو ضحية ما والو، عادي جدا، هو اللي شهر روحه بروحه، كان قادر انه يتحفظ على الهوية نتاعو نورمال. يعني الصحفي يوسف ما غلطش وما شهرش بالسيد وما ضرش السيد وما أداهوش. كان يقدر انه حتى جوليا كانت تقدر متبانش، كانت تقدر مثلا تحضر في الحصة هذيك وتقعد الهوية تاعها هي والزوجة نتاعها مجهولة، غير أمها برك وباباها يعني اللي في الحصة يشوفوها في الفيديو هذاك ويسمعوا ويشوفوا، لكن الجمهور ما يشوفش به ما يتشهرش هذا السيد هذايا وما تشهرش العائلة تاعو كيما هكا. لكن دركا ولا مشهور الله يبارك، ولا ترند، ولا إنسان أشهر رجل في الجزائر. شوفوا كيفاه يعني وين وصل، ولا أشهر من كارولين. حتى كارولين كي شافته تشهر كيما هكا، الحكايه تاعها ملي تشهرت كيما هكا دارت فيديو تحكي مع جوليا، قاعد تقول لها دوري ترجعي لدار والديك، دوري مهما ديري في حياتك، مهما تعيشي في حياتك دوري ترجعي لدار والديك. علاش هضرت عليك كارولين؟ على خاطر انشهرتي، الناس ولات تحكي عليكم، وليتو مشهورين، ومن بعد درك دير فيديو تلوم الناس علاه تشهروا فيا، علاه تهضروا عليا، علاه انا وانا خاطيني وانا مسكين. لا لا، ما راكش مسكين ولست ضحية. هنا وصلت إلى نهاية الفيديو وشكرا على المشاهدة.